السلام عليكم. احنا عملنا صوبة اهي بنت حلال محترمة عشان الشتلات بتاعتنا هنا في مفيد باريس. هنجهز شتلات مفيد باريس في مفيد باريس او في واحد باريس. فطبعا هتتملي من شهر 2 شتلات وطول الصيف. النهاردة 30/11، فمن يوم 30/11 معانا لغاية 30 يناير، يعني شهرين هنعملها سكن للعمال. وطبعا بندعو اي شركه في مفيد باريس ما عندوش سكن لعماله يبعت عماله هنا تقعد لغايه ما ربنا يكرمه وينزل طوبه ويبني مبانيه. احنا طبعا مش هنقدر نبني لما يجي لنا لغايه عندنا مدق، لان احنا ملناش مدق. فربنا يستاهل. الشيلات بزياده اهي والمراتب بزياده اهي، والحاج محمد منورنا اهو اللي بنستعين بيه في اي حاجه، هو والرجاله الحلوه بتاعتنا اهي. نفطر كده الساعه دلوقتي 5:30 الفجر، ونشوف اللي ورانا ونشد حيلنا ونقول يا مسهل. اي عامل هنا الشركة بتاعته اتأخرت عنه او مش موجودة يجي ينورنا، يقعد ياكل يشرب. عندنا شوية زيت، شوية مكرونة، شوية رز، ما عندناش اي مشكلة بإذن الله خير. ولو صاحب شركة برضه جه هنا ومزنوق في قعدة ومزنوق في مكان برضه ينورنا. مكان يستعمل حباب كتير وبلاستيك، يعني ايه، ينفع في البياتة، ينفع في البياتة. ادي مفيد باريس، واحد باريس، زي ما قلنا الساعة 5:30 الصبح، لسه دوبك الشمس بتطلع. وادي الأرض اللي جهزت، مساحة كويسة عشان نزرع إن شاء الله. يوم 1/12 بكرة أو بعده هنبدر ونشتغل ونزرع. وعندنا صوبة صيفي اهي عشان القعاد فيها طول النهار. يعني احنا دلوقتي عندنا صوبة شتوي بلاستيك وعليها سيرام، وللنوم بالليل عشان الدفا. وعندنا صوبة هناك هي أختها صيفي 2 سيرام كأنك قاعد تحت ظل شجر. وادي الأحواض اهي اللي عاملينها. الحوض فدان 63 متر في 63 متر، حوالي 4000 متر. بكرة ولا بعده بالكتير التقوي جاية، مش هنمشي من هنا لما نزرع. الموتور هناك اهو، وعاملين مواسير حوالي كيلو، وهنشتغل ونقول يا مسهل. والحفار كمان شغال، هنروح عنده دلوقتي بيعمل ترعة في نص الأرض بإذن الله. واحد باريس، تجهيزات وشغل، وأول ناس تزرع في المفيد بإذن الله.